السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين والمتابعين في حلقة جديدة من الكورة دايما مجنون. اللي مش عارف ومش واخد باله إن بكرة يوم الثلاث الزمالك هيلاعب الجونة في الدوري في استاد الجونة، والماتشات دي بتبقى رخمة وصعبة، والاستاد بيبقى فيه تيار هوا وريح معاكس، والماتش بيبقى رخم قوي على الزمالك ومش سهل. والزمالك مش مستحمل يا عيني، واصلا طالع مفرهد من ماتش الاهلي وتبعاته، وشفنا السيناريو الدراماتيكي المحزن اللي خلص بيه ماتش الاهلي ده. غير كده طلع علينا تصريحات من جوميز مدرب الزمالك بيقول انه مش مقتنع بكل التصريحات الجديده، بكل الصفقات الجديده اللي لسه جايه. يا عم هي المشرحه ناقصه قتله يعني. اصلا احنا ترتيبنا في الدوري 15 ولا 14 ومضيعين 15 نقطة من 30 نص، ومش عارف جايبين 3 4 5 تجوان وداخل فينا كام جون. يعني احنا موقفنا في الدوري نيلة، ولسه يعني مغلوبين في الكاس، فحالتنا نيلة. ويعني وضع الزمالك سيء للغاية. انت جاي تقول انك مش مقتنع بصفقات الزمالك الجديده. طب ما هنعمل ايه؟ انتوا جايبين عبد الله السعيد وهو عنده 39 سنه، وشيكابالا خلاص كبر يا عيني. طب ما وزيزو مصاب لمده شهر. حاجه مش لطيفه خالص. ماتش الجونه هيبقى صعب. الجونه بيبقى بيلعب قدام الزمالك طول عمره، زي ما يكون بيلعب قدام، بنلعب احنا كزملكاويه او فريق الزمالك بيلعب قدام البرازيل. يعني الجونه بيشد حلو قوي خالص، وبيبقى عامل نفسه سوبرمان قدام الزمالك. ماتش يبقى صعب. ربنا يستر ونغلب ونعدي ونكمل شويه ماتشات الدوري اللي احنا اصلا فيها وحشين جدا. الزمالك عايز معجزه يا جماعه، وعايز 5 6 لعيبه حلوين. عايزين مدافع جامد ورا، ستوبر او سويبر. عايزين حارس مرمى. عواد ده انا مش مقتنع بيه. الكورتين اللي جوله في ماتش الاهلي دخلوا جون. واحده بقصبة رجل امام عاشور، التانية مركونه. بس برضه شفتوا مصطفى شوبير كان عامل ازاي. محتاجين نص ملعب قوي زي طارق حامد، محتاجين مهاجمين يا جدعان. الجزيري ده خلاص، احنا لينا ربنا. ماتش الزمالك والجونه بكره هيبقى ماتش صعب. ربنا يستر ما ينكدش علينا تاني، يبقى نكد، يعني نكد بقى، اسبوع النكد كله بتاع الزمالك. اعزائي المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين، وشكرا لحسن المتابعه. ميرسي.